تصريح خطير وعاجل من مانويل جوزيه يفاجئ الجميع بهذا التصريح بعد فوز الأهلي النهارده على السموحة وتتويجه بالدوري رقم 44. شاهد ماذا قال. في البداية ما ننساش نعطر فمنا بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. علق الأسطورة البرتغالية مانويل جوزيه مدرب الأهلي السابق على فوز النادي الأهلي النهارده تتويجه بالدوري رقم 44، وأدلى بتصريحات صحفية خاصة نقلتها الإذاعة البرتغالية منذ قليل فاجأ بها الجميع في مصر. قال مانويل جوزيه: تابعت اليوم مباراة الأهلي أمام سموحة، المباراة الحاسمة للتتويج بالدوري. كنت سعيد جدا جدا بفوز الأهلي وتحقيقه للقبنا المفضل في مصر لبطولة الدوري. هناك بعض الأمور حدثت في المباراة وكانت كلها إثارة، خصوصا الهدف بتاع أفشة، القضية بتاعة أفشة. أنا كنت بشاهد المباراة وكنت دقيق جدا جدا في إن أنا أشوف فرحة لاعبي الأهلي النهاردة بتتويجهم، ولماذا كل هذه المؤامرات اللي تعرض ليها النادي الأهلي، خصوصا في إنهم كانوا بيشجعوا نادي بيراميدز على حساب الأهلي. الأهلي دائما هو كبير القارة السمراء وهو زعيمها أي كانت الظروف. إذا تحدثنا فنيا فالأهلي أفضل وأقوى من أي فريق في إفريقيا وفي مصر. فنصيحة لكل المنافسين: لا تلعب مع النادي الأهلي خارج الملعب، لأنه بارع في هذا ومن السهل أن يقسو عليك في الملعب وخارجه. الأهلي ليس لديه منافس في مصر، المنافس الوحيد هو الزمالك، ولكن دلوقتي بيحاولوا يقولوا أن المنافس هو بيراميدز، لكن ستظل قطبي الكرة المصرية هما الأهلي والزمالك. أنا لست حزين أبدا كما يتوقع البعض أن مارسيل كولر حطم كل الأرقام القياسية التي حققتها مع الأهلي، بالعكس تماما، فأنا فخور ومبسوط وفرحان جدا بكل هذه الألقاب. إن الأهلي النهاردة بيفوز بالمباراة رقم 20. كنت هزعل جدا جدا لو الأهلي النهاردة أنهى المباراة بالتعادل، على الرغم أن التعادل كان بالتأكيد هيخلي الأهلي أيضا يتوج بالدوري، ولكن هناك طعم آخر للفوز المتتالي. النهاردة بينهي الأهلي مباراته رقم 20 وبيفوز بيها وبيختم الدوري النهاردة قبل ما ينهي، لسه ليه 3 جولات ومن الآن حقق لقب الدوري. فخور بالأهلي وسعيد بيه، وبقول لكل جماهير الأهلي: كونوا سعداء بفريقكم لأنكم تستحقون ذلك، وأنا سعيد جدا أنني أنتمي لهذا الكيان العظيم والعريق جدا وهو النادي الأهلي. شكرا للإدارة ومبروك للإدارة والمارسيل كولر وكل لاعبي وجماهير النادي.